عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انا اول حلقه ليا النهارده على القناه، يا رب تعجبكم وتنال اعجابكم ليا ويا رب اكون عند حسن ظنكم. النهارده جاي اكلمكم عن طريقه فكره جديده للكيكه الاسفنجيه اللي بالشوكولاته، يا رب تعجبكم. واول حاجه معانا هي 3 كوبايات من الدقيق، عليهم كوبايه ونص من السكر، كوبايه زيت، كوبايه لبن، 5 معالق كاكاو خام، 3 بيضات، 3 معالق بيكنج باودر، رشه من الفانيليا. واول حاجه هنعملها معانا دلوقتي ان احنا نجيب الخلاط ونحط فيه الثلاث بيضات ومعاه رشه الفانيليا ونضربهم كويس جدا لمدة 5 دقايق بالظبط. نضرب فيهم كويس قوي لحد ما نشوف الميت هو دخل. وبعد كده نضربهم في القلب مع بعضنا. بعد ما نغسلهم هنبدأ نزود تدريجيا كوباية اللبن. هتشوفوا معانا دلوقتي في الفيديو. هنحط كوباية الزيت وهنضرب تاني، هنقفل الخلاط ونرجع نضربه. بعد كده هنزود كوباية اللبن تدريجيا، كوباية اللبن، وهنقفل ونرجع نضرب تاني بالخلاط. بعد كده خلاص كده الخلاط هنبدأ نزود السكر ونبدأ نضربه جدا جدا في الخلاط لحد ما نبدأ نحس ان السكر ده تماما في الخلاط، ونبدأ نحس اصلا من الخلاط ونفتح معاه لغاية ما نحس ان هو يفتح معاه من درجة السكر كده. نبدأ نقول كده خلاص كده مع بعض بنضرب السكر قوي اهو. كده خلاص هنبدأ نغسل الخلاط. دي كانت معانا معلقة خل، والخل هنا بتعتبر محسن للدقيق. بتبدأ يعني تخليه تغيير العظم عندك كده، بس تضرب الخل كويس. السيلة بس لسه محطلهاش أي حاجة من الجافة غير السكر بس. كده خلاص نقول الخلاط شكرا، خلاص كده واجبه. نجيب بقى المواد الجافة. هنا حطينا 3 كوبايات من الدقيق وهنا ضربينهم تماما جدا لحد ما ندخلهم تماما قوي عشان ندخل لهم كمية هواء كويسة يبقى الكيكة من جوه هش. وهنا هنحط عليها 3 معالق البيكنج باودر ورشة من الملح. والملح كده يا جماعة هنا بتعتبر معادلة للكيكة، معادلة ما بين السكر والملح اللي احنا حاطينه. وهنا 5 معالق كاكاو الخام، وهنقلبهم كويس قوي لحد ما نحس ان الخليط الكاكاو الخام مع الدقيق مع البيكنج باودر كل المواد اللي جافه اختلطت مع بعضها. وكده كل ده كميه هواء بيخش في قلب الكيك. بعد كده هنبدأ نزود الخليط بتاعنا اللي احنا ضربناه في الخلاط، وكل ده احنا عاملين المواد الجافه لوحدها والمواد السائله لوحدها. يلا نزود كمية الخليط بتاع الكيك، وهنبدأ يا جماعة نقلب جدا جدا وفي اتجاه واحد
عشان الهواء ما يخرجش. كل تقلباتنا تبقى في اتجاه واحد بس، ما ينفعش نروح يمين وشمال عشان خاطر الهواء ما يخرجش منه. كل ده يبقى ايدنا في اتجاه واحد بس. بجد يا جماعه والله العظيم هتعجبكم جدا، وهتعجب الاطفال قبل منكم كمان، لان الاطفال طبيعتها بتحب كل حاجه مسكره، ودي فيها كميه فيتامينات كتيره جدا، فيها لبن. حتى لو عيالك ما بتشربش لبن كده، دخل اللبن في حاجه ودخلنا البيض في نفس الوجبه، فيها يعتبر فيها كل حاجه. حتى لو عيالك ما بتشربش اللبن، انت كده متاكدين ان اللبن دخل فيه. ويا رب لو الفيديو عجبكم وعجبكم جدا يعني، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. ولو في افكار عندكم جديدة وعايزين نشترك مع بعض، ابعتولي في الرسائل او في الكومنتات، واحنا مع بعض اكيد في كل حاجة. وهنا خلاص كنا خلصنا الكيكة، وجبنا الصينية وحطينا فيها نقرة من الزيت، وحطينا فيها شوية دقيق صغيرين، وعصرنا بوم الصينية. ويا ريت يا جماعة ما نكترش دقيق في الصينية عشان خاطر بيدي ريحة لو كتر منه. كده خلاص حطينا الكيكة في قلب الصينية، واحنا مولعين الفرن يا جماعة من قبل ما نبدأ في الكيكة. لازم الفرن يكون والع من قبل ما نبدأ في الكيكة، لأن درجة الحرارة تفرق معانا جدا. بدل عشان خاطر الكيكة تبقى هشة لازم نكون مولعين الفرن قبلها، لازم الفرن يبقى سخن جدا. هنحطها الوقت في الفرن ونرجع. وكده يا حبايب قلبي احنا رجعنا بعد ما طلعنا الكيكه من الفرن، بعد ما قعدت من نص ساعه ساعه الا ربع في الفرن. خرجناها، وما خرجناهاش على طول، سيبناها قيمه 10 دقايق كمان في الفرن عشان تفضل معانا هشه ومحتفظه بالهشيان بتاعها. وبعد كده خرجناها، جربنا فيها خله الشيش طاووق، لانها طالعه معانا نضيفه جدا او بشوكه. كده يبقى معانا الكيكه خلصت وجميله جدا وهشه. ويا رب تعجبكم، جربوها ومش هتندموا والله، وهتفيد اطفالكم جدا. ولو عجبتكم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، وتكتبوا لنا اي كومنت منكم حلو كده. ويا رب تعجبكم، وتصبحوا على خير. مع الف سلامه.